واحد الامام ديال المسجد غادي يخرج باش يصلي بالناس صلاه الفجر، ولكن ما وصلش الجامع وغبر، والناس ديال الحي كاملين كيقلبوا عليه وما لقاوهش، وما يمكنش تخيلوا شنو طرا ليه. بلا ما نطول عليكم، على بركه الله نبداو القصه ديالنا. القصة كتبدا معنا مع واحد الإمام ديال واحد المسجد سميتو عبد الجليل. عبد الجليل 20 عام وهو كيصلي بالناس في واحد الجامع اللي سميتو مسجد بن شدة في دولة البحرين، وكان معاه تما واحد المؤذن اللي حتى هو قديم تما شي 15 عام وهو كيأذن فيه، واللي سميتو كمال الدين، واللي الأصل ديالو من دولة بنغلاديش. وعبد الجليل كان الأصل ديالو من اليمن، بجوج بيهم هاجروا بلادهم وجاو خدامين في دولة البحرين. في عام 2018 العلاقة ديال الامام والمؤذن ما بقاتش كما كانت، حيت المؤذن ولا كيدير بزاف ديال المشاكل وما بقاش كيديها في خدمته، وبعض المرات كيتعطل وما كيودنش في الوقت، وهذا الشيء اللي ما كانش كيعجب عبد الجليل. وشحال من مره دوا معاه باش يجمع راسو، ولكن كمال الدين كيقول ليه واخا، وكيجمع راسو شي ايامات ولكن دغيا كيرجع عاوتاني لحالته. وحتى كان كيخربق في داكشي ديال الاقامات والفيزات، وكان كيجيب الناس من بنغلاديش باش يخدموا في البحرين، وملي كيجيب شي واحد وما كيلقاش ليه السكنه كان كيجيبو وكيسكنوا معاه في الجامع. ومن كثرة الناس اللي سكن معاه ولات دارو بحال شي اوتيل، شي داخل وشي خارج، وكانوا كيبرزوا الوقت وما كيخليوش الناس ينعسوا بالليل، والجيران كانوا كيتشكاو الامام من داكشي اللي كيدير المؤذن. وهذا الشيء اللي غادي يخلي عبد الجليل انه يتعصب، حيت صافي عيق بزاف، وغادي يمشي يدير به شكايه عند الوزاره ديال الاوقاف والشؤون الاسلاميه ديالهم، والوزاره غادي تقرر باش توقف كمال الدين من خدمته كمؤذن المسجد، وزيد عليها غادي يرجعوه لبلادو بنغلاديش. وكانوا عطاوه المده ديال 3 ايام باش يخوي الدار ويجمع حوايجو ويخرج من البلاد. المؤذن غادي يتصدم من هذا القرار، كيفاش هو خدام معاهم 15 عام وغادي يجريو عليه، وكان ساكن فابور وكان كيتخلص 6000 درهم مغربيه للشهر، والناس ديال الحي كانوا كيتهلاو فيه، وفجاه كلشي مشى وخاصو يرجع لبلادو عند الفقر. وهذا الشيء كامل بسبب الطمع ديالو، ملي كان كيخربق في داكشي ديال الفيزات وما كيديهاش في خدمته، وكان كل واحد كيجيبو للبحرين كان كيعطيه 3 مليون ونص مغربيه، بحال داكشي ديال الكونطرات ديال الخدمه ديال اسبانيا والطاليان في المغرب. وهنا المؤذن غادي يقرر باش ينتقم من الامام حيت خرج ليه على حياته. اش غادي يدير؟ هو كان عارف باللي عبد الجليل كيجي للمسجد قبل الاذان ديال الفجر بشي نص ساعه، وكيجلس في واحد البيت كيقرا فيه القران حتى كتوصل الوقيته ديال الصلاه، وكيخرج يصلي بالناس. المؤذن غادي يستغل هذه القضيه، وبالضبط في النهار 4 غشت 2018 كمال الدين غادي يمشي يدق على الامام في ديك البيت، وقال ليه بلي البوله ديال الطريق اللي كتدي لبلاصه فين كيتوضاو الناس راه خاسره، وتما ولا مظلم ويقدر يطيح شي واحد تما. الامام على نيتو تيقو وهز واحد البوله جديده من ديك البيت، وقال ليه يلا نمشيو نشوفوا واش خاصها تبدل. وهما غاديين قبل ما يوصلوا ديك البلاصه كان خاصهم يدوزوا من قدام ديال الدار ديال المؤذن اللي كانت في اللور ديال الجامع، وتما كان شويه مظلم، والامام هو اللي كان غادي في القدام والمؤذن تابعو من اللور. هنا المؤذن غادي يجبد واحد الجعبه ديال الحديد كان مخبيها حدا دارو، وبلا ما يلفت الانتباه ديال الامام غادي يضربوا بها راسو. عبد الجليل بقوه ديك الضربه غادي يطيح للارض ولكن ما ماتش. المؤذن اش غادي يدير؟ غادي يبقى يضربو في راسو حتى مات، ومن بعد غادي يحل الباب ديال دارو وغادي يجرو حتى دخلوا للدار، وغادي يسد عليه تما، وغادي يهز واحد الشيفون ونقى ديك البلاصه فين كاين الدم مزيان، ومن بعد غادي يبدل حوايجو ولبس فوقيه اخرى ومشى أذن في بلاصه الامام، حيت الامام هو اللي كلفته الوزاره باش يبقى يودن حتى يجيبوا ليه شي مؤذن جديد. وغادي يمشي يدخل المسجد وجلس بين الناس، وبقاو كيتسناو في الامام باش يدخل يصلي بهم. الناس بقاو كيتسناو حتى عياو، وقالوا باللي واقيلا الامام يكون ده نعاس وما فاقش، وقالوا المؤذن يتقدم يصلي بهم. داكشي اللي غادي يدير بدم بارد غادي يصلي بالناس، وهو يلا قاتل روح. ملي سالاو من الصلاه ومشاو الناس غادي يرجع لدارو وبدا كيفكر كيفاش يتخلص من الجثه ديال الامام، حيت كان عارف باللي عائلته غادي يبداو يقلبوا عليه، واول بلاصه غادي يجيو يسولوا فيها هي المسجد، اذا خاصو يسير بيه دغيا.
الا وصلتي هنا فغالبا القصه غادي تكون عجباتك والمحتوى اللي كندير غادي يكون عجبك. نتمنى منك انك تخلي لي واحد جيم الفيديو وشي تعليق كيف ما كان واشتراك في القناه، وهكا باش كتشجعني انني ديما نبقى نلوح قصص جداد. ودابا نرجعوا للقصه ديالنا. اش غادي يدير؟ غادي يعيط على واحد صاحبه اللي حتى هو من بنغلاديش، وعاود ليه شنو دار وطلبوا باش يجي يعاونو باش يقطعوا الجثه. داك صاحبه حتى هو ما كانش من العاكزين وغادي يجي عنده وغادي يقطعوا الامام ل 36 طرف. من بعد غادي يجمعوهم في 6 د الميكات كحلين وغادي يديروهم في الكوفر ديال الطوموبيل وبقاو كيتسناو الوقت المناسب باش يمشيو يدفنوهم. في هاد الوقيته العائله ديال عبد الجليل غادي يلاحظوا بلي السيد ملي مشى يصلي بالناس مازال ما رجع وما مولفاش ليه تعطل هاد الوقت كامل، وحتى التليفون ما داش معاه. اول بلاصه غادي يمشيو يسولوا فيها هي المسجد، وشكون غادي يسولوا؟ هو المؤذن. السيد غادي يخرج عندهم بحال الا ما داير والو وغادي يقول لهم باللي الامام كاع ما جا اليوم لصلاه الفجر وباللي الناس بقاو كيتسناو فيه حتى عياو وهو اللي صلى بهم. العائله ديال الامام بقاو غير كيتعجبوا حيت ما يمكنش السيد خرج في الصباح بكري باش يجي للمسجد باش يصلي بالناس وهذا كيقول باللي كاع ما جا. هنا العائله بقاو كيتسناو حتى عياو، حتى وصلت تقريبا شي 11 ديال النهار. ديك الساعه غادي يمشيو يديروا شكايه عند البوليس بالاختفاء ديال عبد الجليل. الشرطه غادي يبداو يديروا واحد البحث اللي صغير وغادي يجيو للمسجد وقلبوه كامل ياك ما يكون الامام سخف او لا طاح في شي بلاصه، وسولوا حتى المؤذن وغادي يقول لهم نفس الهضره اللي قال لعائلته. وغادي يمشيو حتى عند الجيران وغادي يسولوهم ياك ما شافوا شي واحد في الصباح. الجيران كامل اللي كانوا قراب لذاك المسجد كيقولوا باللي ما بانش ليهم كاع. البوليس بحال الا ما كانوش عاطين اهميه اللي كبيره لهاد الشكايه، حيت يلاه دازت 5 سوايع على الاختفاء ديالو. ممكن الامام يكون مشى لشي بلاصه او لا شي حاجه بحال هكا، وزيد عليها هو راجل كبير وغادي يعطيو المهله ديال 24 ساعه. الا ما بانش ديك الساعه عاد غادي يبداو البحث ديالهم. المؤذن ملي شاف الامور تهدنات والبوليس مشاو غادي يمشي هو وصاحبه في الطوموبيل باش يلوحوا دوك الميكات في شي بلاصه اللي بعيده، وبقاو غاديين حتى خرجوا من المدينه وما كانوش عارفين فين غاديين، حتى وصلوا لواحد البلاصه وسط الخلا مورا واحد لافيراي ديال الطوموبيلات، وبالضبط سميت ديك المنطقه السكراب. هي بلاصه كيكونوا فيها الطوموبيلات القدام واللي دايرين قصيده، وتما كان خاوي ما فيه حس البشر. وقالوا هنا مزيان وغادي يهبطوا من الطوموبيل وغادي يبداو يحفروا في واحد الحفره. بقاو كيحفروا حتى لواحد اللحظه غادي يوقفوا عليهم شي رجال ما عرفوش منين خرجوا ليهم. دوك الرجال كانوا كيخدموا في داك لافيراي وكان كيحسب ليهم باللي جاو يسرقوا، داكشي علاش مشاو يشدوهم. ملي سولوهم علاش كيحفروا ديك الحفره، كمال الدين وصاحبه بقوه الخلعه بقاو غير كيدخلوا كيخرجوا في الهضره. المؤذن غادي يقول لهم باللي في دوك الميكات كاين فيهم واحد اللحم خاسر وبغينا ندفنوه. واحد من دوك الرجال غادي يمشي وحل واحد الميكا من دوك الميكات، وهنا غادي يتصدم ملي غادي يشوف داكشي اللي فيهم بنادم مقطع طراف. تما غادي يعلم صحابو بداكشي اللي شاف وغادي يشدوهم وغادي يعيطوا على البوليس وعلموهم بداكشي اللي لقاو عندهم. الشرطه في البلاصه غادي يجيو لتما. هنا غادي يتصدموا ملي لقاو المؤذن ديال المسجد اللي مشاو عنده في الصباح كيسولوه على الامام، وملي قلبوا في دوك الميكات غادي يعرفوا باللي ديك الجثه ديال عبد الجليل الامام ديال المسجد، حيت كانوا عندهم تصاور ديالو. غادي يجمعوا دوك الميكات وغادي يعتقلوا داك المؤذن وصاحبه وغادي يجيبوهم للمركز ديال الشرطه باش يبداو معاهم البحث في هذه الجريمه. المؤذن تشد متلبس وما عنده باقي فين يكذب، صافي حصل وغادي يعاود لهم باللي هو اللي قتل الامام وعلاش قتلو وكيفاش دار ليه. وملي سالاو معاه التحقيق وداروا معاه اعاده تمثيل الجريمه غادي يقدموه للمحكمه، وجلسه مورا جلسه غادي يتم الحكم عليه بالاعدام. اما داك صاحبه اللي عاونو في التقطاع فالمحكمه حكمت عليه بعام واحد، وهذا الحكم خلى الناس كاملين يتصدموا منه حيت كيستاهل كتر. ولكن القانون ديال دوله البحرين ملي ما كتقتلش وغير كتعاون المجرم في الاخفاء ديال الجثه فما كيتحكمش عليك بسنوات طويله ديال الحبس. والاعدام تنفذ في حق المؤذن بالضبط في النهار 27 يوليو 2019. وهذه هي القصه ديال اليوم. الى عجبتك القصه بارطاجيها مع اصحابك، شي يجي من الفيديو اشتراك في القناه، شي تعليق كيف ما كان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.